السلام عليكم ورحمة الله. رجعنا يا جماعة بشغل جديد من مكان جديد، شغل أخوكم خالد الفخراني لبناء أبراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. النهاردة بنعمل عنبر حمام طاقة 1000 جوز حمام بإذن الله تعالى، مكون من 2000 فخارة كبيرة جتر. هنعمل العنبر وهنظبط العنبر وهننزل السلالة، ولكن احنا في الفترة الأولانية اللي هي فترة ومرحلة التركيب، تركيب الفخار وتحبيكه وتشطيبه وتسليمه. هنتكلم عن العنبر مرحلة مرحلة وتنفيذ تنفيذ وخطوة خطوة. لايك للفيديو واشتراك للقناة عشان نشوف كل جديد وحصري من شغل اخوه خالد الفخراني. يلا نبدأ ونشوف تفاصيل شغلنا النهاردة عامل ازاي. تعال بنقول لك تعال بنقول لك نفذنا العنبر وشطبناه وهنعمل فلاش باك. الفيديو هيرجع بظهر، بمعنى ايه؟ جينا المكان ده وكان صحر، رصينا فيه الفخار وبنيناه وشبهناه وقفلناه وبقى مزرعة حمام لحم فرنساوي بالصلاة على النبي. الشغل الصح كما يجب ان يكون. عنبر حمام بالفخار على مساحة 130 متر على مزرعة، هيتبني وهيتجفل وهيتسجف، وبإذن الله هننزل سلالة حمام لحم فرنسي من أنظف الحمام اللي اشتغلنا فيه. العنبر عرض العنبر حوالي 8 متر، في طول 15 أو حوالي 20 متر أو 20 متر. 20 متر من 15 ل 20 متر. بسم الله ما شاء الله. قفلنا، ركبنا الخشب حديد اهو، ركبنا الخشب وحبكنا الفخار وظبطنا الدنيا وعملنا الارضيه وحبكنا الفخار وحاجه بسم الله ما شاء الله، حاجه الف على الف. اطلع تعالى له فرج الناس هنا. تعالى بنقول لك تعال اسمع مني ووري الناس المخده ده ايه الحاجه الحلوه. قفلنا الفخار وظبطناه وخلينا الحاجه حجر 10 على 10. هيتبقى لنا بس ايه؟ هيتبقى لنا ان احنا ننزل الحمام بعد ما نعمل السقف. تمام. الباكيه الثانيه تعالى لي يا عم احمد. الباكيه الثانيه اهي باينه معايا. الباكيه الثانيه بالشكل الجميل الحلو ده، عنبر حلو خالص رايح جاي. فضلنا ان احنا نسيب الباكيه دهيت مفتوحه. تعالى، فضلنا ان احنا نسيب الباكيه دي مفتوحه عشان هيكون عليها من فوق مسقط شمس، عشان احنا بنصمم صح وبنخطط صح. لما هيكون فيها مسقط شمس هتظبط لي مكان الاكل والشرب، والاكل والشرب هيكون فاضي وصافي وحلو خالص. تعالى يا عم احمد فرج حبايبك ووريهم الحلويات اللي احنا شغالين عليها. تعالى يا حبيب قلبي، تعالى مكاني وخلي الكاميرا تروح تلف كده. وقف نهوت ووري الناس. ادينا هنا كده ظهرنا في الكادر والمزرعه. شايفين في اكتر من 2 متر ونص او 3 متر بين الباكيه دي والباكيه الثانيه. تمام. طبعا احنا نفذنا الفخار بناء على اتصالات ومكالمات جت من صاحب المكان وجينا نفذنا الفخار. الشغل فاخر من الاخر. مش هنقول الفخار قد ايه لان الفخار فعلا كبير. الفخار فعلا كبير. انا ما بشتغلش في فخار صغير وما بشتغلش في اي حاجه مش مظبوطه. انا شغال الحي على الفلاح، الشغل الصح. هنشوف لقطات بعد شويه للفيديوهات واحنا شغالين واحنا بنخمر واحنا بنبني واحنا بنليس واحنا بنظبط الفخار واحنا بننزل الفخار. كل تفاصيل الشغل هنلمه في فيديو واحد ونصممه وهتشوفوه. طبعا انا الشغل ده بتاع شغل اخوكم خالد الفخراني لبناء ابراج الحمام وعنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. تليفوني مكتوب على الشاشه 010 6910 4196. التليفون تاني 010 6910 4196. شاكر للمتابعه، يا رب دايما نكون عند حسن ظنكم بينا. واي حد محتاج شغل ابراج عنابر حمام، توريد حمام، توريد سبله، اكل حمام، اشراف ومتابعات، احنا في الخدمه وتحت امركم. من وراه بتلعب ايه؟ ايه يا احمد؟ يلا اعمل لايك يلا وكمل يلا.
افتح الطاقية دي لورا يا الله ينور يا ابو رمضان. بنعمل عملية تحبيك العنابر. احنا كده بنحبك العنابر، بنقفل المسام اللي بين الفخار وبعضها علشان تبقى بالشكل كده اهو. كل الفخار اللي احنا مقفلينه قفلناه كده. بسم الله ما شاء الله. الله ينور يا معلم. عليك يا استاذ خالد. فخار كبير بسم الله ما شاء الله. شغل 2026 مش 25. احنا بنقدمه للناس الحلوه عشان الحلو بجيب الحلو. ده شغل فاخر من الاخر. الله ينور يا معلم. انا كل يوم في الجيد مع الاستاذ خالد الفخراني. الشغل رقم واحد. اللي عايز يشتغل بالعنبر، شغل الفخاره الكبيره دي بتاعت عنبر الحمام الفرنسي، يشتغل بلدي ماشي. حاجه حلوه فاخر من الاخر دي، حاجه مرتاح، حاجه على الفلاح. ايوان، ما تجيش في المهنه وتجي تلعب في الدهني. اللي مالش في المهنه ما يجيش يلعب في الدهني. كلام من الاخر. الله ينور يا معلم. انت كده بتعمل ايه بقى؟ كده بنكمل بقيه العنبر. الله ينور. طيب انا ملاحظ ان انت بتليس من بره يا معلم محمود. علشان ده يعمل ايه؟ يضطر المكان ولا عشان يعمل ايه كده؟ فهمني. اضطر الحمام واضطر المكان هيئه الجو بتاعه ماشي، واضطر له من الحراره ديت ويعكس الحراره عنه. طيب خلينا نلف ونبص على العنبر من جوه ونشرح للناس اللي بتتابعنا احنا بنعمل ايه. بننفذ عنبر حمام في مقطع تاني، بنكمل بقية الفيديو علشان نشرح لحضراتكم اللي احنا عملناه. ده شكل الفخار، ده شكل الفخار اللي احنا شغالين بيه. الفخار بدأ ينشف. العنبر ده كان تصميمه ان الكتوف مبنية الخارجية واحنا بنجفل. طبعا بسم الله ما شاء الله باين ان اول الجدار زي اخر جدار، حاجة الف الالف. ده شكل الفخار يا حبيبي. الله ينور يا معلم شعبان. الله وعليك يا استاذ خالد يا محترم. ايه الحلويات دي؟ حاجة حلوة خالص اهي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. بنبدأ نتكلم عن مزرعة حمام تم تجهيزها بفضل الله. هنتكلم ان احنا قفلنا اهو. هذا المزرعة قفلناها وبنقفل وبنجهز وهنسلم وهنسقف المزرعة من الالف للياء. انا بنعمل ايه؟ انا بناخد جولة سريعة عشان نوريكم الشكل بتاعنا. اول فخارة زي اخر فخارة. اول فخارة بدأنا نشتغل بيها زي اخر فخار. عنبر على مساحة 120 او 130 متر اتركب فيه 2000 فخارة قطرة من الحجم الكبير، وفارق معايا الفخارة. لو هنبص على الطوب البلوك، هذا الطوب البلوك وهذا الفخار، باين ان الفخار بتاعنا مظبوط، باين الفخار بتاعنا كبير، باين الفخار بتاعنا ايه 10/10. ادينا مكملين. خلينا نعدي ونشرح. طبعا الفخار ده الشكل لان البانيه دي كانت البانيه اللي فاتت فنشفت خلاص كده. حاجه حلوه خالص اهيت. الشغل تم والدنيا حلوه. هنلف